بلغ باريس سان جيرمان ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع مضيفه بروسيا دورتموند المتأهل سلفا بهدف لمثله في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة. التعادل رفع رصيد الفريق الباريسي إلى النقطة الثامنة ليحتل المركز الثاني. وضع غير اعتيادي بالنسبة للباريسيين، هم حرفيا في عنق الزجاجة. الخروج منها يتطلب حتما انتصارا في زيغنال ايدونا بارك دون انتظار هدايا من أي كان، ووضع دورتموند بين مطرقة وسندان، إراحة الأساسيين وضمان الصدارة بتفادي الخسارة، معادلة اختار لها ترزيتش الحل الثاني. لم تمضي سوى بضع دقائق حتى كشف المضيف عن نواياه. ماركو رويس اختبر يقظة دوناروما، وكذلك فعل فيتيني على الجهة المقابلة. تسديدة زاحفة ردها غريغور كوبل. مباراة مفتوحة على مصراعيها، فرصة هنا وأخرى هناك. نيكلاس فولكروغ سدد الجانب القائم، واعتقد كيليان مبابي أنه وضع زملائه في المقدمة. تدخل بطولي من نيكلاس زولا منعه من الاحتفال، ومنع القائم الأيسر برادلي باركولا من افتتاح التسجيل مطيلا أمد البياض حتى حين. تنافس الخصمان في إدارة الفرص. روندال كولومواني أراد هز الشباك على طريقة روماريو، وعلى طريقة مواطني بوفون حرم دوناروما ماركو رويس من هدف العادة، وحرم كوبل المنفرد به كولومواني من منح تقدم مهم للباريسيين قبيل نهاية الشوط. ومباشرة بعد انطلاق ثاني، نيكلاس فولكروغ يضع كرة على طبق لكريم أدييمي، هدف الأول لدورتموند. باريس سان جيرمان على أبواب الخروج، كان لابد إذن من رد الفعل. وارين زاير إمري يعادل الكفتين بيمينية لا ترد، ورد دوناروما قذيفة، أرسل البديل دونيل مالن بيمناه محافظا على نقطة قد تزين ذهبا. أما مبابي فبيسراه سدد كرة حاذت عن القائم الأيسر الألماني بسنتيمترات، وحين سدد بين القائمين وهز الشباك ظن أنه خلص نفسه وزملائه وجماهير البي اس جي من عذاب الحسابات المعقدة، لكن غرفة الفار ألغت هدفه بداعي التسلل. ولم يحتج باريس سان جيرمان لهدف ثاني، فبالنقطة وبهدية ميلانية مضى كعادته نحو ثمن النهائي. وحقق ميلان الاستثناء بعد أن خرج بفوز مثير من ميدان نيوكاسل، فبعد أن تأخر زملاء جيرو بهدف ختموا المباراة بالتفوق بهدفين لهدف. ليحتل روسونيري المركز الثالث ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي. في ميلان يقال: لا تنظر إلى أعلى، انظر إلى الشباك أولا. الفوز يبقينا في محيط المسابقات الأوروبية، وما عداه سنردد بحسرة وداعا، وسنغادر جريا من أضيق باب. في نيوكاسل لا يريدون الوضع سوداويا، يريدون ورقة بيضاء لكتابة تاريخ حديث سيكتب حتى باللغة السويدية باسم إيزاك. الممر هنا كان كبطاقة التأهل، لا يتسع لاثنين. جف الحلق قبل بداية الصفيح الساخن، وهناك من لم يوصل القارورة إلى فمه. كاد أصحاب الأرض أن يصلوا إلى نقطة منتصف الطريق بهدف، لكن توموري تدخل ببراعة وبدا كمن جرفه التيار. المتفائلون صدموا، أما المنتظرون في إيطاليا فتوقعوا أن يكون لياو حاسما بعد أن عودهم على ذلك، لكن الكرة سارت في الطريق الذي لا يحب أن يراه أي ميلاني. تساءل هاو: كيف تفيدني التكنولوجيا لأطلب حلا فوريا؟ أجابه هجوم فريقه: لست محتاجا لذلك، فجولينتون ملك الوصفة بتسديدة في سقف المرمى وجرى نحو هاو طالبا سحب سؤاله، بعد أن منح للعجوز فرحة اعتادتها من آلان شيرر. كانت أنفاس بيولي حارة غطت على العصبية. فرحة نيوكاسل رسمت بصورة قبلية. تساءل الكل: ألم يكفي بيولي زمن ما بين الشوطين للتوجيه؟ لقد كان بيولي يعرف أن التذكير يحارب النسيان. الوثبة المطلوبة لم تتأخر. هجوم الميلان عدل النتيجة بتوقيع من بوليسيتش. جاء دور بيولي ليفرح، وهاو فرض عليه الوضع المقلق. حين تتوقع الأسوأ سيحل حتما. تحرك هجوم الميلان كآلة خياطة الألبسة الإيطالية باسم سامويل تشاكويزي. لقد سجلوا هدفا بالمقاس الأوروبي،
واختاروا لنيوكاسل من قميصه اللون الأسود، اختاروا له الخيبة. واحتفظ برشلونة بصدارة المجموعة الثامنة رغم خسارته أمام مضيفه أنتورب البلجيكي ب3 أهداف مقابل 2. أصحاب الأرض تقدموا في النتيجة منذ الدقيقة الثانية بفضل أرتور فيرميرن الذي استغل خطأ فادحا في دفاع البارسا قبل أن يعادل برشلونة الكفة عن طريق فيران توريس. الفريق البلجيكي استغل خطأ دفاعيا ثانيا وتمكن من هز شباك برشلونة بهدف ثاني حمل توقيع فينسنت يانسن في الدقيقة 56. لكن النادي الكتالوني عاد في النتيجة من جديد موقعا هدف التعادل بفضل مارك جيو في الدقيقة 91. تعادل لم يحافظ عليه البارسا عندما تلقى هدفا بلجيكيا ثالثا أحرزه جورج إليني حين في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة مانحا فريقه فوزا معنويا كبيرا. حسم أتلتيكو مدريد صدارة دوري المجموعة الخامسة بالفوز على ضيفه لاتسيو ب2 دون مقابل. وتمكن الأتلتي من التسجيل عن طريق أنطوان جريزمان في الدقيقة 6 ليضيف زميله سامويل لينو الهدف الثاني للفريق المدريدي في الدقيقة 51. يصل الأتلتي للنقطة 14 في الصدارة. حقق مانشستر سيتي العلامة الكاملة بعد ضمانه التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا سلفا، وذلك بفوزه على مضيفه النجم الأحمر ب3 أهداف ل2 في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة. بطل النسخة الماضية تمكن من افتتاح التهديف عبر لاعبه ميكا هاملتون في الدقيقة 19 قبل أن يدون زميله أوسكار بوب الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 62. بعدها قلص النجم الأحمر النتيجة عبر لاعبه إن بيوم هوانغ عند الدقيقة 76 قبل أن يدون كالفين فيليبس الهدف الثالث لمانشستر سيتي من علامة الجزاء في الدقيقة 85، في حين دون ألكسندر كاتاي الهدف الثاني لفريق النجم الأحمر في الأنفاس الأخيرة للمباراة. ثغرة مقلقة في دفاع ريال مدريد. أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء بأن النمساوي ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد أصبح ثغرة مقلقة في دفاعات الميرينغي. وحقق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه يونيون برلين ب3 أهداف مقابل 2 مساء الثلاثاء ليتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فقد تقدم الفريق الألماني بالهدف الأول عقب تشتيت كارثي للكرة من ألابا الذي تم انتقاده مرة أخرى بسبب أدائه الضعيف. وأضافت الصحيفة أن ألابا عانى الموسم الماضي بالفعل من انخفاض كبير في مستواه والأمر نفسه يتكرر هذا الموسم. وأشارت الصحيفة إلى أنه تم انتقاد ألابا بمناسبات عديدة بواسطة زملائه إيدير ميليتاو قبل الإصابة، والآن أنطونيو روديغير، وأحيانا ناتشو فرنانديز. ومع ذلك لا يزال ألابا لاعبا لا جدال عليه في خطة كارلو أنشيلوتي الذي يقدر بشكل خاص المهارات القيادية لنجم بايرن ميونخ السابق. وارتبط اسم ألابا بمغادرة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة مع وجود اهتمام من بعض الفرق السعودية بضمه. وخوسيلو يصرح: الريال لا يستسلم وحمل قميصه فخر. حيث أبدى خوسيلو ماتو مهاجم ريال مدريد سعادته الغامرة بتسجيله هدفين خلال الانتصار بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 على يونيون برلين الألماني بختام دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. وقال خوسيلو خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: لم نفقد السيطرة على المباراة وكانت هناك لحظات غير جيدة، لكن هذا الفريق لا يستسلم. وتابع: سيطرنا على المباراة في الشوط الثاني وعملنا من استغلال فرصنا وكنا نستحق الفوز. وأضاف: أشعر بفخر ومتعة بحمل هذا القميص، إنه حلم منذ أن كنت طفلا. وبسؤاله عن هدفيه في المباراة كشف: في الشوط الأول لعبت كرة بالرأس في العارضة كما لمست التسديدات الأخرى القائم. وزاد:
إنها فرص يخلقها الفريق، لكنني سعيد لأنني في النهاية سجلت هدفين وحققنا انتصارا مهما، وهذا هو المهم. وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند نقطتين فقط متذيلا للترتيب. كما قال أنشيلوتي: مررنا بدقيقتين من الجنون أمام يونيون برلين، حيث كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تصريحات عن كواليس الدقائق المجنونة خلال الانتصار بنتيجة 3-2 على يونيون برلين الألماني. وقال أنشيلوتي: كانت مباراة غريبة قليلا، تحكمنا جيدا في الشوط الأول وسيطرنا، لكن في دقيقتين من الجنون تعقدت الأمور، إهدار ركلة الجزاء واستقبال هدف. وأضاف: لحسن الحظ في الشوط الثاني حاولنا أن نكون أكثر فعالية باعتمادنا على الكرات العرضية، لدينا مهاجم جيد جدا في الهواء وسجل هدفين بهذه الطريقة. وأكمل: في الشوط الأول كنا نبحث كثيرا عن الدخول من الوسط، ولم تكن هناك مساحات بوجود خوسيلو، كان علينا أن نستمر في هذا الاتجاه بالكرة العرضية. وبسؤاله: هل كان تبديل فالفيردي مخططا له؟ أجاب: نعم، لم نريد المخاطرة أو زيادة الحمل عليه هو أو كروس، لذا قررت إعطاء كل منهما 45 دقيقة، الاثنان في حالة جيدة. وتابع: لو سجل 8 أهداف وكانت بدايات موسمه جيدة، إنه مهم لهذا الفريق ولديه خصائص مفتاحية ضد الفرق المغلقة. واستكمل: هدف سيبايوس مستحق لأنه استغرق وقتا كبيرا في التعافي والعودة، لم يكن يمر بأوقات جيدة. بالإضافة إلى الهدف كانت مباراته جيدة جدا. وأتم: مرحلة دور المجموعات كانت جيدة جدا، كان الجزء الأول من الموسم ممتازا مع الأخذ بعين الاعتبار غياب العديد من اللاعبين الأساسيين. وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد يونيو برلين عند نقطتين فقط في ذيل الترتيب.